31 مارس سنة 2012 وفاة الفنان المصري سيد عبد الكريم. يا ترى هتكون تسمع عنه ولا ما تعرفوش؟ لو هنتكلم على الفنان سيد عبد الكريم هنتكلم عن المسلسل ليالي الحلمية والمعلم زينهم السماحي اللي هو كان الفنان سيد عبد الكريم. ولو هنتكلم أكتر هنتكلم عن جمهورية زفتة أو زازية أو راس القطة أو خالتي صافية والديرر وأميرة من زمن الحب وأميرة في عابدين. وطبعا في السينما له العديد مع المخرج يوسف شاهين فيلم المهاجرين ودوره في فيلم كتيبة الإعدام مع نور الشريف. الفنان سيد عبد الكريم هو أصلا حاصل على درجة الدكتوراه في الزراعة وأستاذ مبيدات بكلية الزراعة، وشارك مع الكاتب أسامة أنور عكاشة في العديد من الأعمال. اسمه الحقيقي السيد حلمي عبد الكريم، وقدم حوالي 70 عمل درامي وتجسد دوره في أدوار المعلم والراجل الشعبي البسيط والراجل الشهم ابن البلد، وكان عنده شعبية مطلقة في منطقته. واشتغل مع العديد من الفنانين يحيى الفخراني، صلاح السعدني، ممدوح عبد العليم، هشام سالم وغيرهم من النجوم. هو أصلا اسكندراني واتولد في يوم 26 يوليو سنة 1936 بمدينة الإسكندرية، وتوفى زي النهاردة 31 مارس سنة 2012 عن عمر يناهز ال 75 عام. لو لسه فاكره ادعي له بالرحمة.